بعد سيل من التدوينات والتغريدات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي من الجماهير المغربية والعربية الذي أدار مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا، اضطر الحكم أخيرا للاعتراف عن أخطائه التحكيمية العديدة بعدم احتسابه لضربتي جزاء صحيحتان للمنتخب المغربي. وليس هذا فقط، بل أعطى اللاعب المغربي بطاقة صفراء بدلا من أن يحتسب له ضربة جزاء ويعطي اللاعب الفرنسي البطاقة الصفراء، وربما كان أدى ذلك لفوز المغرب بسهولة على فرنسا وتأهله للمباراة النهائية أمام الأرجنتين. وقد كتب الحكم المكسيكي في حسابه على الانستغرام: أصدقائي المغاربة، المرجو منكم التحلي بالصبر، اللقطة لم يكن فيها ظلم، وهناك أمل وحيد. إذا كنتم ترغبون بإعادة النظر بالأمر، يمكن إعادة مراجعة المباراة بشكل دقيق وتقام من جديد بين المغرب وفرنسا. ولكن هذا لم يخفف سيل التعليقات والانتقادات، بل اعتبروه متواطئا ضد المنتخب المغربي، كما يحدث عادة في كل منتخب عربي أو مسلم يقترب من النهائيات. فقد عاد الحكم المكسيكي لكتابة: إن الأمر يحتاج اجتماع جميع الجماهير المغربية للتقدم باعتراض على نتيجة المباراة. ويذكر أن الحكم لم يكلف نفسه عناء العودة للفار للتأكد من وجود ضربة جزاء أم لا، وقد فعل ذلك في مرتين متتاليتين، وتحمله كثيرا على لاعبي المنتخب المغربي. وهذا ما قال البعض أنه تأكيد على تواطؤه حتى لا يتأهل المغرب للنهائيات.